شنو هي حدود العلاقة ما بين رئيس الجماعة الترابية وممثل السلطة المحلية القائد أو الباشا وقت الأزمات، مثلا الفيضانات بحال هذه الفيضانات اللي وقع مثلا في القصر الكبير؟ العلاقة ما بين القائد أو الباشا ورئيس الجماعة هي علاقة تكاملية في وقت الأزمات، ماشي علاقة صراع أو تخلي بعض واحد على واحد، يعني يميل الكفن واحد على واحد. لا، هي علاقة تكاملية لأننا في ظرف استثنائي وخص التعاون بين هاد الطرفين باش يخرجوا بواحد النتيجة يعني في صالح السكينة. القائد شنو هو القائد؟ القائد هو ممثل الدولة في ديك المنطقة الجغرافية، إذن كيمثل الدولة. رئيس الجماعة هو ممثل الساكنة في ديك الرقعة الجغرافية. إذن شنو ممكن أنه يدير القائد في وقت الأزمة؟ ممكن أنه يسخر القوات العمومية بحال المخزنية، القوات المساعدة، جدرمية، إلا كنت في المدينة كاين البوليس تاهما يتسخروا الإنقاذ ولهذا، الوقاية المدنية حتى هما كيتسخروا ينقذوا الأرواح ولهذا. رئيس الجماعة في هذا الصدد شنو الدور ديالو؟ هو أنه ممكن أنه يوضع الإمكانيات ديال الجماعة، إمكانيات المادية والمالية والبشرية باش يتحل هذه الأزمة، بحال مثلا يوفر الجرافات، التراكس، الكاميونات. إلا كاين شي عمال ممكن أنه يأمرهم باش يديروا. إلا كاين شي حاجة، شي محلات، شي حاجة تابعة للجماعة، مثلا شي دور الإيواء ولا شي حاجة، ممكن أنهم يديو الناس نتما. إلا كاين شي حاجة المساعدات يعني عينية مادية، ممكن يعطيوها السكان ظرفيا، ويمكن ياخذ من الميزانية ديال الجماعة بلا ما يدير ديك يعني اجتماع المجلس ولا ديك الروينة الكحلة كاملة. هذاك ما كدارش لأن هذاك الظرف استثنائي ما كدارش هذا المساطر هذا. إذن أي إعانة يمكن رئيس الجماعة عنده هو الممثل ديال السكينة، إذن عنده الحق أنه يتواصل مع السكينة ولا هذا، يعني يعطيهم أي جديد، وكيف وفر المعلومة السلطة المحلية وبالضبط، يعني كيعطي القائد المعلومات، يعني هما الأحياء مثلا اللي هما فيهم الأزمة، فيهم يعني القوات مخنوقين ولا وقع فيضان في البلاصة، شي بلاصة يعني خطيرة جدا، يعني كيوفر المعلومات كاملة عبر المنتخبين وعلى يعني الناس ديالو، كيوفر السلطة المحلية. والسلطة المحلية يعني القائد كيرفع تقارير العامل، والعامل يعني بما أنه يعني هو رئيس يعني الخلية ديال اليقظة والممثل دياله هو القائد، يعني كيوفروا المعلومات، والقائد كيتدخل كيدير اللازم. شنو ممكن أنه يدير القائد كذلك؟ هو أنه ممكن أنه يصدر الأمر بالإجلاء طبيعة الحال بعد الاستشارة ديال الأوكي من عند العامل. إلا كان شي خطر كبير أنه كيأمر الساكنة باش يتجلاو ويدوهم إلى أماكن بعيدة آمنة، ويوفروا لهم يعني فين يسكنوا مؤقتا، بحال المدارس، بحال الداخليات مثلا، بحال شي دور ديال الإيواء. يجيبوا مثلا كيقدر مثلا يجيبوا مثلا لارمي، هذا العامل هو اللي كيطلب هذه المعونات هذه، تجي ويديروا خيام، كيديروا قياطا ويوفروا الماكله والإيواء الساكنه المتضرره راه تمدز الازمه. القائد رئيس الجماعه عنده هو رئيس الشرطه الاداريه، وإلا ما تقاعس هنا اش كيدير القائد؟ كي يحل محل يعني رئيس الجماعه، وكيولي هو رئيس الشرطه الاداريه، وكيقوم باللازم. ولا مشات تقاعس هنا كيتحاسب رئيس الجماعه والجماعه كامله، يعني قدرت يتعرضوا الى عقوبات تأديبيه اللي ما قامش بالدور ديالو، لان هذا الامر امر ازمه وكيتطلب تدخل سريع. تحياتي، السلام عليكم.